حلقوا لها شعرها ووجهها والعز تاعها كان باقي له 3 سوايع. تفاهموا عليها الخطيب تاعها وخياته والحفافه. طلعت قعدت اصوت برا والناس قالت لي قعدت تطبطب عليا وعيط. في نهار عرسها كاين 2 خيات خطيبها قالوا لها حبينا نديروا لك كادو، نديروك عند واحد الحفافه مليحه وحنا اللي نخلصوها. قالت بلي خياتو كانوا بزاف ملاح معاها، وكي وصلوا عند الحفافه جبدوا واحد الماده وكي سقسات واشنو هادي قالوا لها بلي هذه ماده تعالج لك شعرك. قالت شفت الحفافه مع خيات خطيبي يخزوا فيا ويضحكوا ويتغامزوا. قالت لهم انا متوسوست وما فهمت واش كاين. قالت لهم والحفافه كي كانت تخلط في هذيك الماده اللي حتحطها لي على شعري، قالت لهم كانت تدلي فيها في شعري وتضحك عليه. شعرها طاح وراسها تحرق وحتى وجهها. وقالت لهم كي كنت انا نبكي ونعيط خيات خطيبي مع الحفافه كانوا يجوا ينحوا لي في شعري ويضحكوا. دخلت في صدمه وولات تتعالج نفسيا. وكي راحت تشكات التحقيقات لقات باللي خطيبها وخياته والحفافه اتفاهموا عليها باش العرس ما يتمش وهو ما يتزوجهاش.